انتم من اي سنه؟ ما بكون تفهميني. انت تتبعين اي مدرسه؟ اخذنا اي مدرسه؟ منو اللي قاعد ينظر لكم يدرس؟ ها اخذنا اخذ اثر. منو قاعد منو قاعد يعني يحاضر لكم يفهمكم هاي العقيده؟ منو؟ لو انت لوحدك يعني اخذنا انت ايضا من اتباع مدرسه طه الدليمي وصابر مشكور وهذول الجماعه، لو اكو عندكم مدرسه ثانيه اخرى؟ لا ماكو مدرسه طودي والله، لا والله ماكو مدرسه. لا هي لا غصون. انت من اتباع غصون؟ ابويا انا ما تابع. صفحتك كلها غصون، انت مش رفعت غصون؟ انا ايش جابني على غصون؟ يعني المقصد انه مو انت يا معاويه الشامي، احنا ما نقول انه تابع لاحد، ما في تابع لاحد، لكن احنا نسالك يعني انت يا معاويه اسكت. يا معاويه لا اشبع الله بطنك، والله لا اشبع الله بطنك يا معاويه، لا اشبع الله بطنك. اسكت يا معاويه، خلينا نتكلم مع الاخوه، خلينا نشوف اخوتنا. يعني قصده انت متاثره بشخص معين، مو تابع بس تتاثرين، تسمعين لمن يعني محاضره شيء كذا، تقرأين تسمعين لمن يعني لمن تسمعين اكثر شيء؟ اسمع لوين؟ اني مثل ما اسمع اسمع لكم نعم. طرفنا يعني، مثل ما اسمع العلاء المهدوي، امير القريشي، احسنت. ميثم الموسى، اسمع الوليد اسماعيل ورامي عيسى، طبعا منبر الحوزه رقم 1 واثير القطراني، ذول عراقيين. احسنت. منبر الحوزه واثير القطراني، يعني هاي هذا الكلام اللي انه الحسين مخطئ عليه السلام وعلي بن الشيعة كانوا محتفين. يعني هذا الكلام انت منهم سامعته، انه علي بن ابي طالب ليس بخليفه راشد، وهو الذي خرج على عائشه وقاتلها، وخرج على كذا وعلى معاويه بن ابي سفيان، والحسين عليه السلام مخطئ. هاي الثقافه هم اللي يشيعون هذول. اخذنا لا انا مجموعه دقيقه، انا مجموعه يعني محاورين سامعه الها، وتكونت عندي هاي الفكره. انا ما قاريه كتب وما عندي ولا كتاب، بس عندي عقلي واخذ منه الشيء اللي صح، اللي يوافق عقلي طبعا، ويوافق القران اكيد. بالله شنو غلط؟ انا سياستي غلط؟ يعني طبعا سياستي غلط. طبعا سياستي غلط 100%. والان الشيخ القديمي وهو من كبار شيوخ السلفيه رد عليه قال لك هذا الكلام مو صحيح، هذا ليس كلام اهل السنه، ليس كلام مدرسه السلفيه، انه يجب عليك ان تحبين علي بن ابي طالب اكثر من كل الصحابه. ويحكم عليه العلماء بالفسوق، وبعضهم يخرج من الدين، من يفضل آل البيت على أبو بكر، بعض العلماء يخرجون من الدين أصلا. فبالتالي هذا القديمي كلامه خالف إجماع الأمة، خالف الإجماع، ولا يمثل أهل السنة في هذا الكلام إطلاقا. وتقول أن من يفضل أهل البيت على أبو بكر يخرج من الدين. لا رأيك؟ هو ما تكلم عن التفضيل يا شيخ عمار، هو ما عنده إشكال إنه أبو بكر أفضل، هو يتكلم عن المحبة. من يفضل لا ما قال تفضيل، لا تدلس عليه، لا تدلس على الرجل موجود، ما قال بالتفضيل، الرجل قال بالمحبة وليس التفضيل. لا تكذب عليه، عيب تكذب. هذا الرجل سني خوي سني. أبو بكر هذا خالف يا عمار لحظة يا شيخ القديمي لحظة، خليت فاهم يا عمار. طيب اخذنا الفاضلة الاخت اثر، انا اسال الله سبحانه وتعالى انه يهديكم ان شاء الله. وانا يعني حقيقه الكلام اللي صدر منك هذا ليس بغريب، الكلام هذا احنا سامعينه وسامعين اكثر من عنده، ولكن اتمنى انه تشهدي انه ما وجدتي اساءه في هذا البث، وطرحتي كل ما عندك بكل اريحيه وبكل علميه، رغم انه تجاوزتي على ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم في بدايه دخولك. ولكن انا غلطت؟ لا انت حسب حسب معتقدك انت ما غلطتي، انت حسب معتقدك ما غلطتي، لكن احنا حسب معتقدنا هذا تجاوز، لانه لما تصغرين الامام الحسن ابو العلي ما ابو الامام علي تعتبر تجاوز. احسنت. الان هل لحظه انت هل تقولين عتيق لو تقولين ابو بكر؟ يعني نقول ابو بكر. ابو بكر هذا لقب. لماذا لا تقولين عن الامام علي عليه السلام ابو الحسن مكان ما تقولين علي؟ ليش ابو بكر هو واحد من الصحابه والله يضربك واحد من الصحابه لو كانوا عايشين وتقولي علي من دون امام والله يضربك، والذي نفسي بيده انه يضربك. لا عموما سيد ميثم نعم مولانا. صوت السيد صوت البث نص قدم ليش ما اعرف. اخوتنا بس اسمع من هذا الاخ السني وتوكلي بالله، ما عندنا شيء معك ان شاء الله، بس اسمع من هذا الاخ السني يريد يكلمك. تفضل اخونا. نعم الله يهديك فضلكم سيد ميثم. انا من اليوم انا قاعد اسمع كلام المتصله، وهي اصلا حتى قاعده من الاسامي بطريقه جدا يعني غير لائقه في آل البيت عليهم الصلاه والسلام، انها تقول مثلا
حسن وحسين وفاطمه وعلي، وكانها قاعده تعد عيال جيرانها. هذه اذا ما يعني تتادب مع ال محمد انت هم صدقت اسكتي يا مرة يا مرة يا مرة اسكتي يا مرة اسكتي يا مرة اختنا. هذا اسمه الحسن والحسين يعني. لكن عندنا ابو بكر رضي الله عنه هو اسمه الحقيقي عتيق، تقولين اسمه عبد الله، لا حتى هذا الاسم لما يكونوا يستشهدون انت شيء يستشهدون. اسكتي يا مرة اسكتي، لما نتكلم اسجدي لي وانا اتكلم معاك. ربي خلقك عشان انت اكثر ودخل اكثر من جهنم، انت وامثالك، انت وامثالك اكثر من جهنم، انت وامثالك، انت وامثالك اكثر من جهنم. اسكتي انا مسلمه تكلمي معي وانت ساكته، اعرفي قدرش انت عندنا مجرد سلعه. انا مثل ما اعطيكم الحريه اعطي للبقيه الحريه، لكن لا اقبل بالتجاوز. والله ما اقبل بالتجاوز على اي شخص، ما اقبل. لا الرجل فعلا اخذنا الرجل مولانا سنة، اعطينا مجال. مولانا سنة، مولانا سنة. تفضل سيد ميثم. هذه بس يا سيد ميثم، هذه قاعده تشوه وضعنا السنه. وينكم السني شرحنا بالقمامي مالتكم؟ وينكم السني شرحنا بالقمامي؟ مرجوجه دي. طيب احنا نزلناها لانه تجاوزت ونزلناها، وظهر هي يعني بعد اخواني يعني شنو تتوقعون؟ يعني هي اللي تسيء للامام الحسين عليه السلام، واللي تسيء للامام علي بن ابي طالب، واللي تقول علي حاث. زين يعني هسه اعتبري صحابي، هو صحابي رضي الله عنه، قول لي شو تستخسرين ان الله تبارك وتعالى يرضى عليه؟ يعني دعاء برضا علي بن ابي طالب ما يستحق؟ ابو بكر رضي الله عنه، وابو بكر ما تقول الا ابو بكر، وعمر بن الخطاب رضي الله، ومعاويه وكلهم، بس علي بن علي حاف، حسن وحسين. شنو هالمدرسه هاي يا اهل السنه؟ هاي مدرستكم؟ مدرسه منو دول؟ نطعن في عرض البنت، نطعن في عرض البنت. لا ما هذا مو طالب بعرض، يقول لها روحي. هو يتكلم عن عقيده، يقول احنا النسوان عندنا. انت تعبانه بالحجاز. لا مولانا قديم، لا هو يقول احنا النسوان عندنا هذا فعلهن للمسيار وللمسفار والبوي فريند وما ادري شنو. هو هذا يقول لك احنا مخلينهن سلعه. ما يصير. هو يتكلم عن عقيده ما يتكلم عن يا جلمود، انتم عندكم المراه تقطع الصلاه ومثلها مثل الكلب والحمار. عندكم المراه في صحيح مسلم، صح ولا لا؟ بالحسنى لا انتم المراه تقبل بشيطان وتدبر بشيطان. انتم ما محترمين المراه. ابو كريم ولا الاخ عبد الله؟ الاخ عبد الله وين راح؟ ما راح نزل. طيب شوف اخواني الاعزاء، الشيخ الاخ سني يتكلم عن مذهب، عن فكر، ما يتكلم عن يقول روح افعل كذا كذا. لا هو يقول النسوان عندنا هذه شغله السلعه تباع وتشترى، لا اكثر ولا اقل. هو هذا كلامه ما يتكلم عليها شخصيا. فارجو ان تفهمونه. انا لو يتجاوب عليها لا والله ما اخلي، ما بقي. هذا هو يسمعني. احنا ما عندنا مجامله ما عندنا يا مولانا القديم، يا شيخ القديم ما في مجامله. سيد ميثم اضيف لك وازيد لك شيء. الله يقول عده المطلقه، هذه شوف كيف المراه عندنا مهانه، ومع ذلك قاعده تعترف مذهب هي ما هي عارفتها اصلا، لا هي ولا امثالها ولا من امثال هذول الخمه اللي قاعدين يدافعون. امك تتعامل بهذا الاسلوب؟ امك تتعامل يعني بدون قديم، بدون ذكر الامهات والاعراض. ارجوك لا تطرقوا للامهات والاعراض. ارجوك. هو يتكلم عن عقيده يا جلمود. يتكلم عن عقيده. ينظر عندكم الطلاق بالثلاثه، خلص طالق، وهذا لا يجوز. يا اخي هذه خليه يتكلم بالعقيده. هو متى يتكلم على اشخاص؟ يقول لك احنا عندنا الطلاق كذا، بالثلاثه صارت مو زوجتك، تروح تنكح رجل اخر، ما يصير، ما يجوز. يا سني انت سني يا ابو كريم، انتم سيد ميثم وباقي الاخوان المؤمنين والمؤمنات، الحره 3 أشهر عده طلاقها، الامه العبده الجاريه شهر واحد. يعاملون النساء عندنا في شهر واحد. ابن تيميه يقول شهر واحد العده وبعدها تتزوج. ولا احد يقدر ينكر الكلام هذا، والله ما حد يقدر ينكر، والله العظيم. يا بعضهم انه يطلق زوجتك منك ويعطيها عده شهر واحد، واتحدى بها، وهذه موجوده عند ابن تيميه. هذا كلام باطل لم يصح يا رجل، اتق الله. بارك الله فيكم مولانا سني، بارك الله. طيب اخواني اعزائي الكرام، الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله.